بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التاريخ. النهاردة إن شاء الله درسنا بعنوان وحدة شعب. وحدة شعب. طيب، في البداية احنا كنا عارفين إن حياة المصري القديم كانت في العصور القديمة كانت تتسم بالتنقل والترحال، لكن المصري القديم أدرك إن أساس التقدم والرقي والعمل باجتهاد والتعاون بين أفراد المجتمع هو السبيل إلى التقدم. ومن ضمن النتائج اللي ترتبت على إدراك المصري القديم على أن التقدم والرقي والتعاون بين الأفراد، عمل المصري القديم إيه؟ انتقل من حياة الترحال إلى حياة الاستقرار على ضفاف النيل، وعرف الزراعة والكتابة والمعادن، وبدأ يخطو لبناء أول حضارة مصرية قديمة. الحضارة المصرية القديمة هي أول حضارة عرفتها البشرية، وكانت الحياة المصرية القديمة كان لها عوامل لقيام الحضارة المصرية. فمن عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة نهر النيل، الموقع والمناخ والموارد الطبيعية. نهر النيل والموقع والمناخ والموارد الطبيعية. مرت هذه الحضارة بعصور متعددة، كل منها له اسم وله مميزاته. فمثلا هناك عصور ما قبل التاريخ، ودي يصعب تحديد بدايتها لأن الإنسان لم يعرف فيها القراءة أو لم يعرف فيها الكتابة. وهنبدأ بالعصر العتيق. أقدم عصور المصرية القديمة هو عصر العتيق، ويمتد ما بين الأسرتين 1 و2. عصر الدولة القديمة الأسرة 3 إلى 6. عصر الإضمحلال الأول من الأسرة 7 إلى 10. وعصر الدولة الوسطى من الأسرة 11 إلى الأسرة 12. وعصر الإضمحلال الثاني من الأسرة 13 إلى الأسرة 17. وعصر الدولة الحديثة من الأسرة 18 إلى الأسرة 20. وأخيرا العصر المتأخر من الأسرة 21 إلى الأسرة 30. فهنبدأ أول حاجة بعصور ما قبل التاريخ. عصور ما قبل التاريخ هي عصور وهي تبدأ منذ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض حتى نجح الإنسان في اختراع الكتابة سنة 3350. طيب، بما تفسر سمات عصور ما قبل التاريخ بهذا الاسم؟ لأنها تسبق معرفة الإنسان للكتابة. أولى العصور اللي هنتكلم عنه العصر الحجري القديم، حيث عاش المصري القديم في العصر الحجري القديم حياة غير مستقرة، لأنه سكن الكهوف واكتشف النار وصنع أدواته من الحجر واستخدم أدواته في الصيد. طيب، بما تفسر عاش المصري القديم في العصر الحجري القديم حياة غير مستقرة؟ لأنه كان دائم التنقل لجمع البذور والثمار وصيد الحيوانات. بما تفسر أهمية اكتشاف النار أو ما النتائج المترتبة على اكتشاف النار؟ أقول استخدمها المصري القديم في طهي الطعام والإضاءة وإبعاد الحيوانات المفترسة. العصر الثاني معانا النهاردة هو العصر الحجري الحديث. عاش فيه المصري القديم حياة غير مستقرة بعد أن نزل من الهضاب إلى وادي النيل، حيث عرف في العصر الحجري الحديث بقى عرف إيه؟ عرف الزراعة وأنتج الحبوب، واهتم بتربية الماشية والأغنام، وأقام المساكن وزهرت القرى، وأقام المقابر لدفن الموتى، وصنع الأواني والنسيج والملابس، وصنع الأواني والنسيج، وصنع أيضا الملابس من إيه؟ من الكتان. طبعا عندي سؤال مهم، بما تفسر هبط المصري القديم من الهضاب إلى الوادي؟ ما كان فضل في الوادي أحسن؟ قال لي لا، في سبب، لأن الهضاب حل بها الجفاف وخلت من الأكل وهجرتها الحيوانات. طيب، بما تفسر أهمية الزراعة عند المصري القديم؟ ليه الزراعة عنده مهمة؟ حيث ساعدته على الاستقرار بدلا من التنقل، وأقام المساكن وزهرة القرى، وساعدته على إنتاج الحبوب. طيب، ما النتائج المترتبة على جفاف الهضاب المصرية القديمة؟ أدى ذلك إلى أن المصري القديم هجرها ونزل إلى وادي النيل. العصر الثالث معانا النهاردة هو عصر النحاسي، وهو جزء من عصر المعادن. فالعصر النحاسي كان المصري أكثر استقرارا، حيث سعى أو سار نحو التطور الحضاري. استخرج النحاس من شبه جزيرة سيناء، صنع الأدوات من المعادن والخشب والعاج، وبنى مساكن من الطوب اللبن، وفرشها بالحصير والأسرة الخشبية وسائد من الجلد، وظهرت عبادات تقديس بعض الحيوانات. طيب، عندي سؤال مهم،
بما تفسر تمكن المصريون من السير بخطى سريعة نحو التطور في العصر النحاسي لأنه كان أكثر استقرارا. بعد كده العصر الأخير معانا هو عصر ما قبل الأسرات. في هذا العصر بذل المصريون القدماء جهودا كبيرة من أجل تحقيق حلمهم في الوحدة السياسية، وقد استغرق ذلك سنوات طويلة مرت خلالها البلاد بعدة مراحل. المرحلة الأولى وهي نشأة القرى. فبعد هبوط المصري القديم إلى الوادي تعلم الزراعة والاستقرار وبنى البيوت والأكواخ، وتجمعت هذه البيوت وكونت القرى، وكان لكل قرية معبودها، وتميزت الحياة بالتعاون بين السكان. وعندما اتسعت القرى وكثر عدد سكانها ظهرت المدن، وظهر حاجة الناس إلى نظام يحافظ لهم حقوقهم ويعرفهم واجباتهم وما عليهم، واختاروا من بينهم حاكما، وكانت كل مدينة تشرف على ما جوارها من قرى، وكان لكل مدينة سور، وكان لكل مدينة معبود. طيب لماذا أحاط المصري القديم المدينة بسور؟ ليحميها من الأخطار. ما النتائج المترتبة على اتساع القرى؟ أدى ذلك إلى ظهور المدن. من نتائج حاجة المصريين إلى نظام يحفظ لهم حقوقهم ويعرفهم واجباتهم؟ ظهور المدن، واختاروا حاكم من بينهم. بعد ما ظهرت القرى والمدن ظهرت بعد كده حاجة اسمها الأقاليم المستقلة، والأقاليم هي تجمع عدد من القرى والمدن في وحدات مستقلة، وكان لكل إقليم معبود وعاصمة وحاكم وجيش. الوحدة الأولى، خلي بالك ان مصر القديمة او مصر القديمة استطاعت ان هي تعمل وحدتين. تمكن احد حكام الوجه البحري من توحيد كل اقاليم الدلتا في مملكة الشمال. اتسعت الوحدة فشملت مصر كلها. احفظ التاريخ ده كويس، كانت سنة كام؟ 4242، بنحفظها 42 قبل الميلاد، وكانت عاصمتها اون هوليوبلس. ولم يستمر هذا الاتحاد كثيرا، وانقسمت مصر الى مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال ومملكة الجنوب. موقع مملكة الشمال في الوجه البحري، موقع مملكة الجنوب الوجه القبلي. عاصمة مملكة الشمال بوتو، عاصمة مملكة الجنوب نخب. شعار مملكة الشمال نبات البردي، شعار مملكة الجنوب زهرة اللوتس. معبود مملكة الشمال ثعبان الكبرى. معبود مملكة الجنوب أنثى النسر. النسر هنا مكتوبة بالث، النسر مكتوبة بالسين، المفروض بالسين. خلاص ما علينا. معلش عندي برد. بالنسبة لي بعد كده بنخش على العصر، بعد ما اتكلمنا على العصر ما قبل الأسرات وعصور مصر القديمة والعصر الحجري القديم والحديث وعصر النحاس وعصر ما قبل الأسرات، بنخش عند عصر مهم جدا وهو العصر العتيق. العصر العتيق بيضم أسرتين، الأسرة الأولى والأسرة الثانية. في سنة 3200 قبل الميلاد زي ما قلنا من شوية ظهر في مدينة طيبة الملك مينا نارمر. الملك مينا نارمر هو الذي نجح في تحقيق النصر على مملكة الشمال وتحقيق الوحدة بين كل من الشمال والجنوب. بس يا ترى هيلبسوا التاج الأبيض ولا التاج الأحمر، ولا هيتخذوا من مدينة بوتو عاصمة ليهم، ولا مدينة نخب؟ لا، هنلاقي ان مينا نارمر بعد ما وحد البلاد اتخذ من مدينة منف عاصمة لها، ومنف تسمى أيضا بالميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض. وأطلق على الملك مينا عدة ألقاب، منها صاحب التاجين وملك الأرضين وملك مصر العليا والسفلى وثعبان الشمال ونسر الجنوب. ما هي أهمية دور الملك مينا في تاريخ مصر؟ طبعا وحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وقام قلعة الجدار الأبيض، وأسس الأسرة الفرعونية الأولى. طيب حد يقول لي ليه الملك مينا أطلق عليه ملك الأرضين وصاحب التاجين أو نسر الشمال ونسر الجنوب؟ لأنه وحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب. انتقل الحكم إلى أسرة جديدة وهي الأسرة الثانية، والتي حافظت على الوحدة بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب. اللوحة اللي قدامكم دي لوحة نارمر اللي سجل عليها الملك مينا انتصاراته. أول عاصمة لمصر في الوحدة كانت طبعا أون. نشيل الاسم ده شوية كده، نشيل الاسم ده شوية عشان في كلام صغره شوية مش بتشيل، ما علينا. المهم أول عاصمة لمصر مكانها عين شمس، وقلعة الجدار الأبيض هي منف. قلعة الجدار طبعا هي منف،
وأول ميناء الجميلة التي بناها الملك مينا لتكون عاصمة لمصر. عندي بعض التواريخ المهمة. سنة 3350 طبعا اختراع الإنسان الكتابة. سنة 42 اللي حصل كانت أول وحدة في تاريخ مصر. سنة 3200 هي الوحدة الثانية على يد الملك مينا نارمر. بكده نكون انتهينا من درس النهاردة وهو وحدة شعب. أرجو إن انتوا تكونوا استفدتم. شكرا لحسن استماعكم. أي حد عنده تعليق، أي سؤال، أي توضيح، ممكن يسيب التعليق بتاعه أسفل الفيديو وأنا هرد عليه مباشرة، أو يتابعنا على صفحاتنا على الفيسبوك أو على تويتر، وأنا إن شاء الله هجاوب عليه مباشرة. أتمنى أن انتم تكونوا استفدتم. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.